هو لو أنت معاك 1.300.000 جنيه، هل تروح تشتري مان اف 2000 بقالها 25 سنة شغالة على الطريق، والّا إنك تروح تشتري مان تي جي اكس 2018 استيراد على مكتب؟ خلّيني أقول لك إن دي من أكتر المقارنات اللي بتحيّر، لإن كل عربية ليها مميزات كتير وعيوب أكتر. بس السؤال التاني والأغرب هو إزاي عربيتين فرق بينهم 16 سنة يكونوا بنفس السعر، بالإضافة كمان إنهم من نفس الشركة؟ أول حاجة خلّيني أقول لك ليه المان اف 2000 من أكتر العربيات اللي كانت منتشرة زمان، وحتى لحد دلوقتي العربية دي برضه منتشرة جدًا وفي ناس كتيرة بيحبوها جدًا. خلّيني أقول لك إنها لمّا نزلت أثبتت كفاءة في السوق المصري بسرعة جدًا، وده لإنها بتوفّر الحاجات اللي بيحتاجها السوق المصري، ألا وهي إن هو محتاج عربية تصُد معاه في الأوزان التقيلة. وبالفعل المان اف 2000 أثبتت كفاءة في كده، من ناحية الشاسية لقوة محرك. كمان الاف 2000 كانت قصاد أسطورة المرسيدس ألا وهي الاس كي، وبجانب مواصفات الاف 2000 اللي اتكلمنا عنها بالتفصيل في فيديو قبل كده. بس أنت في رأيك، هل بعد كل المواصفات دي وإن الاف 2000 كانت من أنجح العربيات اللي نزلت السوق المصري، هل هي فعلًا تستاهل الرقم اللي اتدفع فيها؟ الرقم ده اللي وصل لحد 1.200.000 وفي 1.100.000 وفي حتى تحت المليون، وده بيختلف حسب الحالة. سامعك وأنت بتقول عربية موديل إيه، دي موديل الألفينات، يعني بقى لها 25 سنة مفرومة، يعني بالبلدي طفح الكيل بيها. أو شُفت ردة فعلك دي تثبت إن ال1.200.000 كتير على عربية بقى لها 25 سنة شغالة. بس أنا مش عايز أصدمك لإن في حد ليه رأي تاني، وده هو إن السعر اللي بيتدفع فيها تستاهله، وده بسبب مميزاتها وسهولة قطع الغيار والصيانة بتاعتها، وإنها شغالة لحد دلوقتي بكفاءة ما قصّرتش. بس الكفاءة مش زي ما نزلت أول مرة، بس المقصود إن هي شغالة لحد دلوقتي. أول حاجة خلّيني أقول لك إن اللي قال 1.200.000 سعر كتير على عربية بقى لها 25 سنة شغالة، أنت معاك حق فعلًا. ربنا نصرني. وده لأن أي سلعة استهلاكية في العالم زي العربيات بتفقد من قيمتها أو سعرها اللي أنت اشتريت بيه مع مرور الوقت. يعني لو رجعنا تقريبا 5 سنين لورا هتلاقي المان اف 2000 دي كانت بتعمل في رينج ال 250 ألف جنيه مش أكتر من 300 ألف جنيه، فسعرها خلال ال5 سنين اتضاعف 4 مرات ووصل من 250 ألف لحد مليون و200 أو أكتر. فكده فعلا أنت رأيك صح، بس خليني أقول لك إن في 3 حاجات أنت مش واخد بالك منهم يثبتوا إن سعرها الحالي اللي موجودة بيه تستاهله. أول حاجة خليني أقول لك إن أنا مش هحكم على سعر عربية واحدة في وسط موديلات كتيرة، لأن لو أنت جيت بصيت للعربيات المحيطة بيها زي مثلا الاس كي اللي سعرها وصل لمليون ونص، أو الايفيكو اللي سعرها عدى 800,000، وموديلات تانية كتير عدت المليون ونص، ده كده أنا ما اتكلمش عن عائلة الاكتروس الملكية اللي بتلعب في ال 2 مليون، سواء فوق ال 2 مليون بزيادة أو تحت ال 2 مليون بحاجة بسيطة. فلو أنت شايف إن المان اف 2000 المفروض إنها ترخص، طب إزاي موديل واحد هيرخص وباقي الموديلات التانية هتفضل غالية؟ لأن حكم السعر بيكون على كل العربيات. وتاني حاجة أنت مش واخد بالك منها وهي التضخم، وده كفيل إن هو يضرب سعر العربية في 5 خلال 5 سنين. تالت حاجة وهي إن المان اف 2000 تعتبر قيمة مقابل سعر، وده لأنها سهلة في الصيانة وقطع الغيار وحتى في إعادة البيع، بتتباع بسهولة وليها زبونها. نيجي بقى دلوقتي للمان التي جي اكس اللي بدأ تصنيعها سنة 2007، والمان التي جي اكس تعتبر تحديث للمان التي جي اي او زي ما بنسميها المان التيجا. والمان التي جي اكس تعتبر نقلة نوعية في شاحنات المان، انها نزلت بمحركات متطورة جدا عن المان التيجا من ناحية قوة عزم المحركات وحتى كفاءة استهلاك الوقود. وكانت كابينة المان التي جي اكس مريحة جدا للسواق عن المان التيجا، وكانت بفرق شاسع بينها وبين المان الاف 2000، وحتى في شكل الكابينة كان متطور جدا عن الموديلات اللي فاتت. بس نيجي للسؤال المحير برضه، ليه المان التي جي اكس بالرغم ان هي عربية جديدة وموديل عالي الا ان سعرها قليل، بيوصل لحد مليون 300 مليون 350 بره المينا، ده لو نازله مكتب، وحتى لو حر سعرها مش هيعدي ال 2 مليون جنيه، وده مقارنه بالموديلات اللي حواليها زي الفولفو والاكتروس. تيجي دلوقتي تسالني سؤال وتقول لي طب ما الاستيراد على مكتب رخيص غير الحر، هقول لك طب ما برضه في الاكتروس والفولفو في موديلات 2018 وممكن تبقى عداد كيلومتر اعلى من المان ولكن سعرها اعلى من المان بكتير جدا. خليني اقول لك ان المان التي جي اكس على قد مميزاتها الا ان فيها عيب صغير لو اتحل هتكتسح السوق المصري زي ما الاف 2000 اكتسحت السوق المصري زمان. والعيب ده كان موجود في الفولفو الاف اتش، وبعد ما اتحل بدانا الفتره الاخيره نشوف كميه فولفو كتيره بتدخل السوق المصري. والعيب ده هو ان المفروض يكون في صناعيه كتير بيشتغلوا فيها وقطع غيرها تكون رخيصه ومتوفره، وده مقارنه بالاف 2000. وميزه الشاحنه دي بالذات ان لو المشكله بتاعتها اتحلت هتنتشر في السوق المصري جدا، وسعرها برضه هيزيد والناس هتتقبلها لان الناس اصلا عارفه يعني ايه المان. ده طبعا غير انها منتشره في اوروبا جدا، ومعظم شركات النقل معتمده على المان في شغلها، وده ياكد لك قد ايه انها عربيه ناجحه في معظم دول العالم الا في مصر لسه ما وصلتش للنجاح اللي وصلت له في العالم كله. ونيجي للنقطه اللي انت مستنيها من اول الفيديو، هل لو معاك مليون 300 الف جنيه هل تزود كمان 50 وتروح تجيب مان تي جي اكس استيراد على مكتب، ولا انك توفر 100 الف جنيه وتروح تجيب مان اف 2000 وتدلعها بال 100 الف جنيه الباقيه؟ خليني اقول لك ان انا هجاوبك على السؤال ده، ولكن ده هيكون اعتمادا على بعض الاسئله اللي انت هتقرر من بعدها هل تشتري المان تي جي اكس ولا المان الاف 2000. اول حاجه، هل انت داخل مجال النقل جديد ولا انت بقالك فيه فتره؟ هقول لك ان انت لما بتيجي تجيب عربيه بتكون عامله زي المشروع، ليه احتمال المكسب او الخساره، وكل ده بيكون توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، ولكن انت بتاخد بالاسباب. والاسباب اللي انت بتاخدها هنا هو ان انت توفر له سبل نجاح. يعني لو انت لسه جديد في المجال ممكن تشتري الماني تي جي اكس لفكره وما تشتريهاش لفكره تانية، اشتريها لو انت مقتنع بفكره ان الجديد شديد، ودي فكره انا اؤيدك فيها جدا. بس الكلام ده لو انت عندك علم باماكن صيانه محترمه للماني تي جي اكس وعارف هتجيب قطع غيارها منين باسعار مناسبه. فلو انت وفرت كل ده خليني اقول لك ان مبروك عليك، الماني
تي جي اكس مناسبه ليك. انما لو انت داخل المجال وابيض خالص، فخليني اقول لك ان انا مش هقول لك ما تدخلش، لان كله في الاول والاخر بيكون توفيق من ربنا، ولكن هقول لك ان انت تدي نفسك فتره تعرف عن المجال اكتر. طب لو مثلا رخم ومصمم يدخل المجال عافيه، انت ايه حكايتك بقى؟ ساعتها هاقول لك ابعد عن الماني تي جي إكس خالص وخلّيك في الماني F 2000 لإن قطع غيارها متوفرة وسهلة في الصيانة، وكمان قُلنا إن العربية دي عاملة زي المشروع، ليه احتمال المكسب والخسارة، فلو لا قدّر الله العربية ما نفعتش معاك أو ما عرفتش تشغّلها وعايز تبيعها ومحتاج فلوسها، فهنا المان F 2000 تتفوق على الماني تي جي إكس في إعادة البيع. طب لو أنت في المجال أصلًا وعندك عربيات ومحتاج تجيب الماني تي جي إكس كتجديد، هنا هاقول لك عادي إن أنت تشتريها، لإن لو أنت في المجال سواء سواق أو صاحب عربية، فأكيد عندك علم بأماكن الصيانة وقطع الغيار بتاعتها، وحتى لو لا قدّر الله ما نفعتش معاك، فإلى حدٍ ما هتبقى عارف هتبيعها لمين ومين زبونها، ولكن كل اللي قلناه ده بيكون توفيق من ربنا سبحانه وتعالى.